يواصل الجيش الجزائري صفقاته العسكرية مع دولة الصين، لكن هذه المرة الاهتمام لن يكون بمقاتلة. أهلا بانضمام القوة الضاربة الجديدة دبابة VT 4، أيقونة الصناعة الدفاعية الصينية التي تقترب من دخول الخدمة لتشكل مع شقيقتها T-90 الروسية ثنائي متكامل في القوة البرية الجزائرية. هل تمت الصفقة فعلا؟ الإجابة القطعية: الدبابة تم تجربتها في الجزائر بشكل رسمي، وحسب الأخبار فقد نالت ثقة القيادة العسكرية الجزائرية. للأمانة إخوتي الكرام، هذه الدبابة رائعة وليست مجرد آلية مدرعة، منصة قتالية رقمية بالكامل. وعن نفسي كما يعلم أغلب المتابعين القدماء، أصبحت معجبا بالصناعات الدفاعية الصينية، وأثمن أي صفقة سلاح للجيش الجزائري مع دولة الصين. جايين للحديث حول الصناعة المحلية في آخر الفيديو، ابقوا معنا. الهندسة الميكانيكية لدبابة VT 4. القلب النابض لهذه الدبابة هو محرك ديزل محلي الصنع بشاحن توربيني بقوة 1200 حصان، يتميز بالتبريد المائي ليتناسب مع المناخ الصحراوي الجزائري القاسي. هذا المحرك يمنح الدبابة نسبة قوة إلى وزن تصل إلى 23 حصان لكل طن، مما يسمح لها بالسير بسرعة قصوى تبلغ 70 كم في الساعة. الأهم تقنيا هو ناقل الحركة الأوتوماتيكي بالكامل، الذي يمنح السائق قدرة عالية على المناورة في التضاريس الوعرة مع تقليل الجهد البدني، مما يرفع من كفاءة الطاقم في المعارك الطويلة. نتجه إلى فقرة القوة النارية والتحكم الرقمي. تم تجهيز VT 4 بمدفع رئيسي عيار 125 ملم أملس السبطانة. تتمتع الدبابة أيضا بنظام التحكم في النيران FCS مع استقرار كامل للمدفع، مجهز بمستشعرات ليزرية للقياس وكاميرات حرارية من الجيل الثالث للقائد والمدفعية، حيث يمكن للقائد تحديد هدف جديد بينما يشتبك المدفعي مع الهدف الحالي. كما تدعم الدبابة إطلاق الصواريخ الموجهة عبر السبطنة لمسافة تصل إلى 5 كيلومترات، وهو ما يمنح الجيش الجزائري تفوقا في الاشتباكات بعيدة المدى التي تفرضها جغرافيا المناطق المفتوحة. لا نتكلم عن القوة النارية فقط، لأن هناك ما هو أهم: دروع الحماية وأنظمة الدفاع النشطة، لأن الحماية هي الركيزة الثالثة. تعتمد دبابة VT 4 على مزيج من الدروع المركبة وفوقها طبقات من الدروع التفاعلية المتطورة المصممة لصد قذائف الطاقة الحركية والقذائف الشديدة الانفجار. بالإضافة إلى ذلك توفر المنظومة نظام تحذير من الليزر مرتبط بقواذف قنابل دخانية تخلق ستارة فورية لحجب الرؤية عن الصواريخ الموجهة المعادية. هذا التكامل الدفاعي يقلل بشكل جذري من احتمالات الإصابة المباشرة، ويضمن بقاء الطاقم والآلة في بيئات التهديد العالية. وصلنا للفقرة التي يفضلها أغلب المشاهدين، ألا وهي العقيدة الوطنية والتصنيع المحلي. بعيدا عن الأرقام تبرز الرؤية الوطنية المستقبلية. التوجه نحو اقتناء دبابة VT 4 يحمل في طياته أبعادا تتعلق بتوطين التكنولوجيا، لأن السياسة الدفاعية الجزائرية ترتكز على الاستدامة الذاتية، أي ضمان حقوق الصيانة العميقة وإنتاج قطع الغيار، وربما دمج أنظمة اتصالات جزائرية الصنع داخل الدبابة نفسها. هذا المسار يحول الجيش الجزائري من مستهلك للسلاح إلى شريك في التطوير، مما يعزز الصناعة العسكرية المحلية ويخلق قاعدة بيانات هندسية لكفاءتنا الوطنية، تمهيدا لخطوات أكبر في التصنيع المدرع مستقبلا. كنظرة عامة، دبابة VT 4 ستكون إضافة نوعية تؤكد أن حدود الجزائر محمية بعقول هندسية وسواعد قتالية. الجيش الوطني الشعبي، القوة التي تعمل في صمت. شاركونا آراءكم في التعليقات. هل تعتبر دبابة VT 4 ندا لدبابة أبرامز، أو هي مجرد دبابة عادية؟